السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلوين، وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم فيديو جديد. هو فيديو النهارده مختلف شويه عن الفيديوهات بتاعتنا. فيلا بينا نبدا فيديو النهارده. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا نبدا فيديو النهارده. فيديو النهارده احنا هنتكلم عن حاجه، او هوريكم حاجه عامه، حاجه تعليميه، حاجه بتفرق كتير قوي بجد مع الطفل. وحاجة بالنسبة لي كشفت عينة، عينة مثلا طفلين، طفل متعلم حاجة وهو سنه صغير، وطفل أكبر من الطفل اللي متعلم ده بس ما يعرفش حاجات اللي يعرفها الطفل اللي هو الأصغر منه بس متعلم حاجات. يلا بينا كده عشان أوريكم. تمام، هو ده الأوردر ده بتاع مين بقى؟ فاكرين أنوسة اللي كنت عاملة لكم اللي هو ابن بنت خالتي؟ الحاجات دي ليه. فيلا بينا نفتح واوريها لكم. هنفتح مع بعض طبعا، هو اتفتح تمام. بس ده بصراحه بقى لسه هنكتشف مع بعض. فيلا بينا. ده شكل الباكج اولا. الباكج عسول قوي، واظن يعني ان البيج دي عامه بتجيب حاجات تحفه قوي للاطفال. هي عامه للاطفال من 3 سنين لحد 15 سنه. تمام، لان دي كلها تعليم واساسيات لازم الطفل يتعلمها عشان يطلع فاهم كل حاجه. طبعا زي ما انتم عارفين في اطفال ساعات بتبقى متاخره، وده ما بيبقاش منهم هما، ده بيبقى من تربيه الاهل مثلا او طريقه التعامل معاهم ما بتبقاش صح، او ما بيبقى شايفين ان هو صغير على انه يتعلم الحاجات دي. لا، بس هو بيبقى محتاج انه يتعلم الحاجات ده، ودي السن وده قصدي وده السن اللي بيبقى محتاج فيه انه يتعلم الحاجات دي. تمام، فيلا بينا نبدا. زي ما قلت لكم ده من اول 3 سنين لحد 15 سنه. يعني عادي، شفتوا 15 سنه 15 سنه، شفتوا انا عندي 16 سنه، من 3 سنين ل 15 سنه مفيش حد صغير على التعليم او كبير على التعليم يعني. تمام، فيلا بينا نبدا. اول حاجه دي اسمها حكايه وبدايه. في منه 4، 1 2 3 اهو 4. ده شكلهم كده، هوريكم شكلهم اول حاجه واقول لكم كل واحد جواه ايه او بيتكلم عن ايه عامه. يلا بينا. اول حاجه طعامي بكل الالوان. ده اهو، ده شكله طعامي بكل الالوان. ده بيعرف الاطفال. عايزه اقول لكم انه ده كمان هيفرق كتير قوي مع مثلا اطفال التوحد. في ناس على فكره انا عارفاها، في بنوته قوي الفكره دي جات لي ان انا ممكن اجيب لها الباكج ده بجد واخرجه مثلا كده كمثال صدقه. هيبقى فكره حلوه قوي والله بجد، هي لسه جايه في بالي دلوقتي وانا بتكلم معاكم. هيفرق معاه كتير قوي. يعني ده مثلا لو طفل توحد هيفرق معاه قوي، الكتاب ده هيفرق معاه جدا. المهم ده طعامي. احنا قلنا ايه؟ طعامي بكل الالوان. بطيخه لذيذه خضراء وحمراء. بصوا، بطيخه لذيذه حمراء وخضراء. حمراء اللي هو اللون اللي جوه، والخضراء اللي هو اللون اللي بره. فده هيعرف الاطفال على مثلا الخضار وعلى الفاكهه اهو. بصوا كل حاجه بقى كاتبها بايه، بوصفها. موزه مفيده صفراء وبيضاء، اللي هو من بره اصفر ومن جوه ابيض. مانجو شهيه خضراء وصفراء. بصوا ده هيعلمهم الخضار والفاكهه، الشكل والالوان. ويعني بصراحه انا شايفه ان دي حاجه كويسه جدا. مكتوب عليها ايه من ورا بقى؟ طعامي لذيذ وملون، طعامي صحي دوما، كل يوم اتناول طعامي واشاهد الوانه فيشبع بطني وتفرح عيني. انا شايفه بصراحه ان الحاجه دي لما الام تقراها لطفلها هيبقى احلى بكتير قوي من انها تديلهم التليفون. وهو بصراحه يعني شكله تحفه قوي ان الطفل يبقى متشوق ان هو ياخده ويمسكه ويلعب بيه. فدي حاجه كويسه ان الام تقعد تقرا له وتعرفه احسن من انها تمسكه التليفون عشان يقعد يسكت. دي كده اول حاجه. بعد كده تاني حاجه مهام اخي. ايه هي بقى مهام اخي؟ بصوا بيعرفهم المهام اليوميه اهو. نور اهو، شفتوا لسه في ايه؟ بتعيط ليه؟ طب ثواني وجايه لكم ثواني وجايه لكم. جه يشرف اهو جنبي. تاني حاجه مهام اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. يصحو باكرا ويرتب السرير. دي حاجه ده كده مثال من ضمن الحاجات اللي موجوده. هو بيكرر كلامي على فكره. ده كده من ضمن الحاجات الموجوده. هو بيعرفهم على الانشطه اليوميه اللي هي الاساسيه، زي مثلا انه بيصحى من النوم، بيغسل سنانه، يستحمى، الحاجات دي كده. دي تاني حاجه. ممكن تمسك تشوف ده بقى انت. يلا شوف ده بقى. بعد كده مهام امي. ده شكله امي.
تتوضأ وترش علي القطرات. خرجته بره عشان هو بيردد الكلام فمش عارفه اتكلم. تصلي في اليوم 5 مرات. يعني من الاخر دي الحاجات المهام اللي الام بتعملها وطفلها بيقلدها فيها. تمام. ده كده ده كده قصدي تالت حاجه. بعد كده بقى حواس سحور. دي اللي هي الحواس زي الشم والحواس عامة. بحاسة الشم أشم رائحتها بكل سرور. دي قصدها على الأزهار. حور كانت بتقول أنا حور أحب الزهور. بحاسة الشم أشم رائحتها بكل سرور. يعني من الآخر الطفل هيسمعها أغنية ودي حاجة حلوة قوي. وبيعرف من خلالها بيتعرف على الحواس بتاعته. تمام. بحاسة اللمس ألمس ورقاتها الناعمة أهو. بعد كده ناعمة جميلة كجناح عصفور. بجد تحسوها أغنية مفرحة جدا. بحاسة البصر أرى ألوانها من خلف السور. يعني من الآخر ده بيعرف للطفل الحواس بتاعته. يبقى كده عندنا كده أول 4 عبارة عن إيه؟ مهام أخي. دي المهام اللي بيعملها، اللي هو مثلا بيصحى الصبح ويرتب السرير عشان يتعلم منها وكده. دي المهام اللي الأم بتعملها، زي مثلا الصلاة، الحاجات اللي بتعملها الأساسية في البيت ان هو الطفل لازم يتعلمها منها. دي طعامي بكل الألوان اللي هي فيها الخضروات والفاكهة وكده يعني. يتعلمهم يعني، ويتعلم ألوانها، اسمها، شكلها. فكده حاجة من الآخر. بصراحة مش محتاجين حاجة أكتر من كده. ودي كده لسه البداية. بعد كده بقى انا مش عارفه هعمل لكم جزء تاني ولا ايه، لان هو الفيديو ممكن يطول شويتين. بس بجد كملوا الفيديو للاخر لاني هتستمتعوا قوي. فيها حاجات كتير. ممكن اسيب لكم لينك البيج في الديسكريبشن بوكس تحت، عشان تعلموا اطفالكم بقى، تعلموا اخواتكم، هاتوهم لاخواتكم، لولاد عمكم مثلا، لابن اختكم كده كده يعني، بنت اختكم، الحاجات الحلوه دي. بعد كده بقى الجزء ده مثلا زي جزء تدريبات كده، انشطه مهام اخي. دي الانشطه بصوا بقى فيها ايه. اختر صورة الطفل الذي يغسل وجهه. دلوقتي انت عرفتوه المهام هنا، صح؟ دلوقتي هو كده خلاص حفظ المهام. انت بتقولي له بقى هات الطفل اللي بيغسل وشه هنا. هو هيختار ده. يبقى كده خلاص تمام كده نفعت وتعلم. اسألي طفلك إلى ماذا يحتاج هذا الطفل ليصبح نظيفا. يعني الطفل ده اتوسخ، صح؟ وهدومه اتبهدلت. هيحتاج ايه بقى؟ اكيد هيحتاج يستحمى. اللي هو ايه، هيحتاج يستحمى. هو هيقول، هو مش محتاج، لانه هيكون اتعرف على الحاجات دي في الكتب الصغيره. فدي الانشطه. دي انشطه طعامي بكل الالوان. تمام. اختار لون الموزه من الداخل. لون الموزه من الداخل فين؟ اهو. الصوره اللي هي هنا دي، اختار البطيخه من الصور التاليه. اختار البطيخه. فين البطيخه؟ هيقول لك دي. فدي حاجه تحفه. أنشطة مهام أمي برضو كذلك، وأنشطة الحواس برضو زي كده. يعني من الآخر كل كتاب، ده الكتاب التعليمي، تمام، ده كده الكتاب التعليمي، وده كتاب الأنشطة بتاعه. وده كده كان أول باكج معانا، انه سلك كده، والماتيريال بتاعت البتاع نفسها بصراحة كويسة جدا، والألوان مريحة للعين. فدي حاجة طبعا لازم تكون، الألوان دي حاجة أساسية عشان تبقى مريحة لعين الطفل. ندخل بقى على تاني حاجة. الباكج اللي هو ده هيظهر شوية، تعالوا بقى نشوف ده ايه. هو اللي هو الشكل عامة، الحاجات دي وكده نفس الماتيريال، وكل الماتيريال كلها عامة واحدة. بس ده كل حاجة جزء مختلف. عارفين احنا مثلا عندنا كتاب الفيزياء، كتاب الكيمياء، معرفش ايه ده كتاب مثلا، ده باكج حاجة معينة لتعليم حاجات معينة. بعد كده بقى ده كده الجانب الايه، ده الجانب البنيوي، الحاجات اللي يتعلمها في العادي. تاني حاجة بقى، دي اسمها، دي كلها كده على بعضها اسمها احكي لي يا ماما. اول حاجة العاب دبدوب، ترتيب الالعاب. ده شكله نكتشفه مع بعض برضو. دبدوب يلعب مع الاصدقاء والالعاب في كل الارجاء. كرة وبازل وسفينة فضاء، وقت ممتع مع الاحباء. انتهى اليوم وحل المساء، هيا نرتب يا اقوياء. الكرة والبازل وجميع الاشياء، الغرفة نظيفة والكل سعداء. شفتوا؟ يعني الطفل لعب وسمع الاغنية، يقوم بقى يرتب الحاجة بتاعته. دي بتعلم الطفل انه بعد ما يلعب يلم الالعاب بتاعته وما يرميهاش على الارض. يعني من الاخر انتوا من الحاجات اللي بتعلموها للطفل دي بتنشئوا طفل سوي نفسيا، تعليميا. بصوا سوي من كل حاجة بجد. يعني من الاخر كده باختصار طفل سوي. بعد كده فالفول الكريم اداب المشاركة. دي طبعا دي حاجة مهمة جدا 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 للأطفال. لأن طبعا الأطفال، انت مثلا لما تيجي تاخد من طفل حاجة، طفل ياخد من طفل تاني حاجة، بيبقى فيه عنف ما بين الأطفال. فدي حاجة كويسة انها تعلمه حاجة كويسة. فالفول الكريم يحبه الجميع، يشارك ألعابه متى يستطيع.
شفتوا؟ يشارك ألعابه، يلعب في الأصدقاء، يلعب في الحديقة مع الأصدقاء، يتشاركون في اللعب فيحلو اللقاء، يدعو ميمون، يلعب سوري الكاميرا كانت فصلت. يعني من الآخر الكتاب ده بيتكلم على المشاركة مع غيرهم. يعني مثلا الطفل ده بيلعب والطفل بيلعب بلعبة والطفل ده بيلعب بلعبة، فالاتنين يتشاركوا الألعاب مع بعض. يعني ده ياخد لعبة ده ويلعب بيها، وده ياخد لعبة ده ويلعب بيها عادي. فده بيتكلم عن المشاركة. بعد كده نزهة في الحديقة، آداب الخروج. اسمها الكتاب اسمه آداب الخروج. نفتح مع بعض. يعني من الاخر بيعلموا اداب الخروج. بعد كده كلمات السحريه دي اداب الحديث. احلى حاجه انهم حاطين على كل كتاب عنوان معين. كلمات السحريه اكلها طول الوقت. نعم اقول شفتوا؟ ده بيتكلم عن اداب الحديث. بعد كده ماما تحبك، الثقه بالنفس. ده اظن للام مفيد برضو. ده مفيد للام لان اصلا الام كمان اللي معتمده انها تعلم الطفل على الحاجات دي. يعني من اخر الحوار ده كله برضو بيعتمد على الام في الاول في الاخر. احب وشك جميل واحبك حين ذهب وارضك. انت بابا الاولى هذا العالم. بصوا من خلالك يشوف الطفل الاولى سنات شخصيته ورصيده اتجاه ذاته من خلال اسئله لحد مقدار ثقته بنفسه. طبعا في كلام كتير تمام. وده بيتكلم من الاخر عن الثقه بالنفس. وانا شايفه ان دي حاجه مهمه جدا 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 الطفل يتعلمها. بس كده دول كده كام كتاب؟ 1 2 3 4 5. 5 بيتكلموا على 5 مواضيع مختلفه عن تربيه الطفل. ولسه في كمان. بعد كده اساعد ماما، دي عن المساعده بقى. نفتحوا مع بعض. هناك ضيوف على الابواب، شكرا حبيبي، رتب الوسائد. بس هو اظن في كل واضحه المساعده. بس هي في شكل قصه للطفل عشان يفهمها. انا نظيف، دي عن النظافه الشخصيه. نفتح برضو ونشوف. بسم الله. شايفين بعد ما صحيت من النوم؟ والله انا محتاجه ارتب اوضتي بعد ما اصحى من النوم اصلا. اغسل وجهي بالماء والصابون، انظف اسناني بالفرشاه والمعجون. جايب لك الحاجه على شكل قصه. بعد كده وقت الطعام ده بيتكلم عن اداب الاكل. ثانيه واحده بقى. نفتح. وقت الطعام تجتمع اسرتي، ماما وبابا وجميع اخواتي. اللي هو الكل يتجمع الاول. والله احنا محتاجين نتربى من اول وجديد تاني. على الكرسي اجلس بنظام بهدوء ادب واكل الطعام. والله بجد تحفه. بعد كده بقى اللي هو بتاع احكي لي يا ماما. ده قصص كتير. في قصص كتير قوي ما شاء الله. دي كده كل ده فهرس الكتاب ده فيه كل القصص. الحاجات دي كلها الموضوعات اللي بيتكلم عنها كل كتاب هنا في قصص هنا. شفتوا؟ يعني دي حاجة صغنونة بس بتعرفكم الآداب. وهنا عن كل حاجة من هنا ليها قصة هنا. فوالله بجد حاجة تحفة جدا. وربنا يجازيه خير اللي عمل الحاجات دي قوي. بجد انا فرحانة بيهم قوي. انا بقول ده احنا كمان انا مش انا على فكرة هقعد اقرأهم انا كمان. انا بجد هقعد اقرأهم انا كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى سوري يا جماعة سوري. واضح من شكله. ده كده واضح من شكله باين اهو. اول حاجة الاذكار. انا ادعو حين اصعد السلم. يعني بالاخر في ادعيه واحاديث بيتعلمها الطفل. هي مش كبيره قوي لكن بتعلمه في كل حاجه. يعني مثلا عند المرض، عند ارتداء عند المرض، عند ارتداء الملابس، احاديث اقوال، عند النوم. مثلا عند العطس، السفر، الخروج. بصوا شايفين؟ يعني دي اذكار بيتعلمها الطفل عشان يقولها على طول. شكله حلو قوي لانه على شكل مصليه او على شكل جامع كده. شكله حلو قوي. بعد كده الاداب. نفتح برضو ونشوفهم مع بعض. انا السلام عليكم يا رامي، ماذا انت عن سناني؟ انا ادري هكذا وجهي كذا ستكون. يعني من الاخر بيتكلم عن الاداب في كل موقف مثلا في الحياه. بعد كده بقى العقيده ودي اهم حاجه. سوري. بعد كده العقيده ودي اهم حاجه. بصوا والله بجد تحفه. ده كده الكتاب ده بيتكلم عن العقيده وده بيتكلم عن الاداب وده بيتكلم عن الاذكار. وده كده كان الاوردر ودي اخر حاجه في الاوردر. وانا شايفه انه بصراحه مفيد جدا. والله انا نفسي اصلا عايزه اقعد اقراه.
انا شايفه ان دي حاجه محتاجينها دلوقتي كلنا عامه، لان مجتمعنا ما بقاش اصلا يركز في الحاجات دي. يعني مش كل الناس بتركز في التربيه السليمه اللي زي كده، بتعلمه من ناحيه اصول الدين، التعامل في كل حاجه. الكتب بصراحه شكلها حلو جدا، مبهج جدا، وشكلها يشد الطفل جدا والله. وده كده كان الباكج كله اهو. يعني بجد في حاجات كتير قوي. دي كده اول حاجه صورتها لكم اللي كانت في الاول، دي كده كل الحاجات اللي موجوده، ودي عجباني جدا جدا جدا. دي عجباني قوي علشان دي المواقف كتير قوي في الحياه. ودي العقيده زي ما قلت لكم بتتكلم عن الدين عامه. وده كده كان الاوردر كامل، وبصراحه انا مبسوطه بالاوردر ده جدا، عشان كده حبيت اصوره لكم. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس ده كان فيديو النهارده. وما تنسوش يا ريت تعلموا اطفالكم واخواتكم وكل الاطفال اللي انتوا بتحبوهم الحاجات دي. واتمنى يعني ان الكل يتعلم الحاجات دي ويشتريها لاخواته احسن من ان هو يديهم التليفون. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.